إقصائيات كأس أفريقيا متواصلة على قناة الرياضية TNT. الملعب الكبير بأكادير يحتضن مباراة المغرب ليبيريا، موعد تتابعونه مباشرة الثلاثاء 8 مساء مباشرة على الرياضية TNT. أنهى المنتخب الإنجليزي آخر مران له استعدادا لمباراته أمام منتخب إيطاليا، والتي ستلعب في مدينة لندن بملعب ويمبلي لحساب الجولة السادسة في تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم، والتي ستقام في صيف عام 2024 بألمانيا. وشارك في التدريب كل من هاري كين وكالفين فيليبس وماركوس راشفورد وكايل وولكر. ويستوجب على المنتخب الإنجليزي تحقيق الانتصار على منتخب إيطاليا لضمان التأهل رسميا إلى يورو 2024، في حين يسعى منتخب الاسكوادرا ازورا في الخروج بالفوز يتساوى في عدد النقاط مع انجلترا، خصوصا ان اوكرانيا تتوفر على 10 نقاط من اصل 6 مباريات وترغب في التأهل الى نسخة اليورو المقبلة في المانيا. تدرب منتخب إيطاليا في فلورنسا اليوم الاثنين قبل يوم من مواجهة إنجلترا في ملعب ويمبلي في مباراة مهمة ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024. منتخب الأتزوري يحتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات، وهو الرصيد نفسه لمنتخب أوكرانيا الثالث ترتيبا لكن بمباراة أكثر من الطليان. وستكون المواجهة الأولى بين المنتخبين على ملعب ويمبلي منذ نهائي بطولة أوروبا 2020، والذي وضع التاج الأوروبي فوق رأس الاسكوادرا الأتزورا بركلات الترجيح. ويستمر غياب لاعبي وسط ليساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد ونيكولو زانيولو لاعب لاستون فيلا، بعدما طلب منهم الاتحاد الإيطالي مغادرة معسكر المنتخب إلى حين انتهاء التحقيقات في قضية التورط في المراهنات التي وجهت إليهما من قبل ادعاء العام في البلاد قبل الفوز على مالطا برباعية نظيفة في جولة الماضية بملعب سان نيكولا بمدينة باري. وكان منتخب الأسود الثلاثة فاز على حامل اللقب بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي لعبت في نابولي في شهر مارس الماضي، ويمكنه ضمان التأهل لبطولة العام المقبل في ألمانيا في حال نجح في الخروج بالنقاط 3 على أرضه وبين مناصريه. شارك النجم ليونيل ميسي يوم الاثنين في تدريبات منتخب بلاده الأرجنتين في بوينوس آيرس قبل السفر لمواجهة بيرو في ليما غدا الثلاثاء بمناسبة الجولة الرابعة من تصفية كأس العالم 2026. ميسي تدرب مع بقية الفريق وبدا في حالة جيدة، لكن لا تزال هناك شكوك حول لياقته في عمر 36 عاما للعب 90 دقيقة كاملة. وكان ميسي شارك كبديل في الدقيقة 8 من الشوط الثاني في مباراة الفوز بهدف للصفر على منتخب الباراغواي في الجولة الثالثة من التصفيات المونديالية الخاصة بمنطقة أمريكا اللاتينية. الأرجنتين متصدر التصفيات بالعلامة الكاملة، وسع سلسلة نتائجه الباهرة دون خسارة إلى 13 مباراة، تعود آخر عثراته إلى هزيمته أمام منتخب السعودية في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال قطر. وبلغة الأرقام لم ينتصر منتخب البيرو على الأرجنتين منذ عام 1997، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف في مرمى التانغو في آخر 3 مواجهات جمعت بينهما. كما أن شباك منتخب الألبي سيليستي لم تتلقى أي هدف منذ نهائي كأس العالم أمام الديوك الفرنسية في شهر ديسمبر من العام الماضي. فاز فريق سان دييغو ويف بدرع بطولة دوري السيدات الأمريكي لكرة القدم بفضل نهائه الموسم في المركز الأول إثر انتصار أمس الأحد بهدفين دون مقابل على ريسينغ لويسفيل. وسجلت جايدن شاو هدف السبق لصاحب الأرض في الدقيقة 26.
وأضافت أليكس مورغان الهدف الثاني في الدقيقة 47 لتقود الفريق للفوز بالمباراة بهدفين دون مقابل. سان دييغو أنهى الموسم في المركز الأول ب37 نقطة من أصل 22 مباراة، متقدما بنقطتين على بورتلاند تورنرز صاحب الرتبة الثانية الذي تكبد الهزيمة في اليوم ذاته على يد أنجل سيتي. أما ريسينغ لويسفيل فأنهى الموسم في المركز الثامن ب27 نقطة ليفشل بذلك في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري التي يشارك فيها الفرق الستة الأولى من أصل 12 ناديا ينشطون في NW